انا لو عندي للاسف نقص في الفوليك اسيد، هيبقى عندي اللي هو التيوب ديفكت. سو فوليك اسيد 5 مللي جرام should be given at least 3 months prior to pregnancy يا بيه. قد فيتامين دي. اه ماشي، وبكمل بدواء اسمه هيدروكسيكلوروكين هقوله كمان شويه يا فندم. يبقى انا كل ده لسه بسكراتش اباوت ذا توبيك. يبقى انا عندي درس اسمه سيستميك لوبس بيسوق مع الحمل. ليه؟ لانه قائم على الفورميشن اوف اوتو انتي بوديز. هذه الاوتو انتي بوديز عباره عن حاجه اسمها التي هيلبر 1 تي هيلبر 2 شيفتنج. التي هيلبر 2 شيفتنج ده كل ديزيز قائم على الريت اوف فورميشن اوف اوتو انتي بودي ويل هيزيد السيفيريتي بتاعته مع الحمل. خد بالك من حاجه، ان هذا السيستميك لوبس ممكن يجي لوحده او يجي اسوشيتد مع حاجه اسمها الانتي فوسفوليبيد سندروم. 25% من حالات السيستميك لوبس بتيجي مع انتي فوسفوليبيد. معلومه مهمه في البورد العربي والار سي او جي على حد السواء. فوليك اسيد 5 مللي جرام should be given at least 3 months prior confirm فيتامين دي. يا دكتور اسال سؤال، ما هي مشكله الانتي فوسفوليبيد او مشكله الفاسكولايتس ديو تو سيستميك لوبس؟ ايه المشكله؟ معالي الباشا ركز معايا. ادا بلاد فيسل اهو. هذا البلاد فيسل متبطن بحاجه اسمها، حد عارف؟ حد عارف؟ حد عارف الخلايا دي اسمها ايه؟ دي اسمها اندوثيليال سيل. هذا الاندوثيليال سيل تحت منه حاجه اسمها السب اندوثيليال كولاجين. عايز تقول ايه يا شهاب؟ عايز اقول لحضرتك ان وانس اكتفت السب اندوثيليال كولاجين ده، جرحت الاندوثيليال سيل والمكان ده ظهر للبلاد ستريم، هيتكون هنا عند حضرتك جلطه which is called. طبعا عندي حاجه اسمها الفون فيليبراند فاكتور هنتكلم عنه بالتفصيل في الهيماتولوجيكال بروبلمز ويز بريجنانس. ولكن عموما اي حاجه هتعمل فاسكولايتس وتعري لي السب اندوثيليال كولاجين ايكوال جلطه. ايكوال جلطه. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان السيستميك لوبس بيعمل فاسكولايتس، هتعري السب اندوثيليال، هتعري الاندوثيليال سيل وتظهر السب اندوثيليال كولاجين which may lead to جلطه. اذا لازم ادي اسبرين 75 مللي جرام. تمام يا فندم، لازم ادي اسبرين. طب يا دكتور شهاب 75 ولا 150؟ هو الجايد لاينز بتقول لحضرتك من 75 ل 150. طب لو جاب لي في سؤال ام سي كيو 75 و150، لا اختار 150. لا اختار 150. طيب اسال حضرتك سؤال، من ضمن الحاجات اللي تقولها لعينه السيستميك لوبس يا مدام لو انت ماشيه على تراتوجينيك دراج زي السايكلوفوسفاميد والميكروفينوليت، بعد اذن حضرتك وقفيهم قبل الحمل بمده لا تقل عن 3 شهور. ليه؟ علشان ده ممكن يؤدي الى تراتوجينيستي. طيب ايه الافكت اوف سيستميك لوبس اون بريجنانس؟ مبدئيا الفلير نوت كومن، ودي من رحمه ربنا لسبب غير مفهوم. انا يا فندم بخلي الحمل يحصل في فتره الايه؟ الديكريز، وما بيحصلش فلير مع الحمل. بس انت ما تخشش حمل وانت اصلا في فلير، دي مصيبه. طيب عندي حاجه خطيره جدا اسمها اللوبس نفرايتس، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. ايه الادفيرس بريجنانس اوت كام؟ شوف بقى الدرس لما بنفهم البيزكس بتاعته ونفهم اساس الدرس، خلاص تلاقي الدرس كله بقى مساله ان احنا بنملى فراغات. سؤال، يلا يا فندم. انا قلت لحضرتك عندي درس اسمه سيستميك لوبس، بيعمل اوتو انتي بودي، بتعمل فاسكولايتس، بتعري الاندوثيليال سيل وتظهر السب اندوثيليال كولاجين، هتعمل لي جلطات في الجسم كله. اول جلطه تعملها لي فين؟ في البلاسنتا. طب ما ده يعمل ايه؟ اي جي ار. ده رقم واحد. رقم اتنين يا فندم، انا عندي حاله اسمها سيستميك لوبس، هنا الكدني فيها حاجه اسمها لوبس نفرايتس، عندها كذا مشكله. الكدني المفروض بتطلع لي هرمون اسمه الاريثروبويتين. هذا الاريثروبويتين مسؤول عن تخليق الاربسيز. عايز تقول ايه يا شهاب؟ عايز اقول ان حاله السيستميك لوبس دي ممكن تكون انيميك. طيب اسال حضرتك سؤال، ايه مشكله الانيميا وتاثيرها على الحمل والولاده؟ والله يا فندم الانيميا ديت معنى كده ان انا عندي نقص في الاربسيز ونقص في الهيموجلوبين. وما والهيموجلوبين ده عباره عن اوتو كارير. معنى كده يا فندم ان العضله اللي اسمها اليوترس ده محتاجه اكسجين علشان يا دكتور ما تخشش في اريتيشن، فالهايبوكسيا تعمل لي اريتيشن.
اخش في بري تيرم ليبر. اوكي، ممكن تكون سبب البري تيرم ليبر اصلا اون توب اوف اي جي ار، اضطريت اولد. طيب اسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك، مش الكدني تعبانه؟ اه. مش الكدني لما بتتعب يا دكتور ممكن ده بيبريديسبوز لحاجه اسمها الرينال هايبرتنشن؟ طبعا. طب مش الرينال هايبرتنشن ده in one of complication of preeclampsia and eclampsia may complicate by preeclampsia or eclampsia. اوكي، يبقى يا فندم انا عندي الكلى تعبانه لوبس نفرايتس. اسال سؤال صعب شويه، ايه رايكم اسال سؤال صعب؟ سؤال يا فندم، حضرتك قلت لي يا دكتور شهاب ان اللوبس نفرايتس الكلى متاثره ومتدمره، تم تدمير الكلى. طيب البريكلامسيا الكلى تعبانه. طب انا لو جات لي حاله سيستميك لوبس وعندها اديمه وعندها هايبرتنشن وعندها بروتونوريا، دي حاله لوبس نفرايتس ولا حاله بريكلامسيا؟ سؤال صعب، سؤال صعب جدا عنه. يلا سؤال ذكاء، ايه رايك؟ ايه رايك؟ حد عارف؟ ما تيجوا نشير الاجابه مع بعض. كل واحد، مين ايباد؟ دكتوره منى، دكتوره هلال، دكتوره هدى، دكتوره دكتوره غزل، او دكتوره ضحى. ما تيجوا كده نفكر مع بعض بصوت عالي، ايه رايكم؟ ازاي تفرق يا دكتور؟ بايوبسي؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا دكتوره، بايوبسي. والله كلامك صح وغلط. هو البيوبسي من النظريه صح، ولكن هتاخدي بايوبسي من عيان حامل يا دكتوره؟ صعب. تاخدي ازاي؟ الله، اجابتين اجمل من بعض. في دكتوره ضحى، الناس اللي معايا بتوع الفيرست بقى تربيتي بقى. تمام. دكتوره قالت لي هيماتوريا، صح. ليه هيماتوريا يا دكتوره ضحى؟ يا فندم حضرتك بص على الباثوفيسيولوجي، انا مش عايزك تحفظ. امال احنا بادئين قبلها بسنه ليه؟ عشان ما نتزنقش وعشان نفهم الماده وتستمتع بدراسه كتاب دو هارتس وتستمتع بالنساء والتوليد. علم ممتع يا فندم. اصل انت قلت لي يا شهاب ان السيستميك لوبس ده بيحصل انتيجين انتي بودي ويروحوا يتجوزوا في الكدني ويفضلوا قاعدين في الكدني شويه، وبعدين هيجي انتي بودي يضرب، ويا فندم يجي جهاز المناعه يدمر. معنى كده انا قلت لك كلمه مهمه قوي، راح جاي مدمر الانتيجين انتي بودي ودمر الكدني فوق دماغهم. اذا اللوبس نفرايتس معاها هيماتوريا وار بي سيس كاست، البريكلامسيا معاهاش. ده رقم واحد. طيب اخبار خلايا المناعه ايه؟ في اللوبس نفرايتس اكزوستد، السي 3 كومبلمنت 3، وانت المفروض لسه طالع من امتحان الفاينل، من امتحان البرايمري، عارف الكومبلمنت سيستم اللي كان عندك في المايكرو. تمام. فلوبس نفرايتس ديكريس سي 3 من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يا صديقي بيكون عند حضرتك هيماتوريا. طيب كويس جدا، بس خد بالك من حاجه. هو انت عندك ايه؟ مش عندك فاسكولايتس؟ الفاسكولايتس دي يا فندم بيحصل عند حضرتك اكسبوزد للسب اندوثيليال كولاجين. اه. بيتعرى البلاد فيسل. اه. ويحصل جلطات. اه. الجلطات اللي بتحصل دي يا فندم مش بتأثر على البلاد فلو. اه. يقوم يطلع عندك مادة اسمها السوليابل اف ام اس لايك تيروزين كاينيز. هذا الاس اف الاف ام اس لايك تيروزين كاينيز يا دكتور ده بيزيد في السيستميك لوبس وبيزيد كمان في البريكلامسيا. هقول لك ليه في البريكلامسيا، بس انا النهارده سيستميك لوبس بس. طيب مش انت قلت جلطات في البلاسينتا؟ يقل البلاسينتا الجروس. تمام يا فندم، كويس جدا. اقول لحضرتك شيء، ركز بقى عشان الجزء ده صعب شويه. يبقى انا يا دكتور تعالى كده اما نبعد هذا الجزء، يعني نحاول نجيب حته فاضيه نكتب فيها الكلام ده لان الكلام ده صعب شويه. يبقى انا عندي يا دكتور حاجه اسمها السوليبل اف ام اس لايك تيروزين كاينيز. ده
بيحصل مع الجلطات المتكررة. تمام، ده بيحصل مع الجلطات المتكررة. حضرتك عملت نقص في البلاد سبلاي يا صديقي. كويس، وبعدين طيب هيحصل عندنا، عايز بس احط اللينك لحظة واحدة، يا ريت يا جماعة نشير اللينك على باقي الجروبات، اكون شاكر جدا. اس اف ام اس لايك تيروزين كاينيز، ده بيعمل لي جلطات اول اوفر يبي. طيب يبقى نرجع تاني يا فندم زي ما كنا ماشيين، عشان الجزء ده صعب شويه على فكره. انا بادئ معاك باصعب شابتر حرفيا، وفي ناس كتير تخش الامتحان ما تعرفش فيه حاجه. يبقى early studies on pregnant women with systemic lupus relieved increase SFM like tyrosine kinase. طيب بتقل البلاسنتال جروس يا بيبي. خد بالك من حاجه، لما الاس اف ال تي 1 assist البريدكشن اوف بريكلامسيا ان سيستميك لوبس. بص يا فندم، السيستميك لوبس لوحده بيعمل جلطات، وفهمتك ازاي، وبيزيد معاك الاس اف ال تي 1. البريكلامسيا لوحدها بتعمل جلطات وبيزيد معاك الاس اف ال تي 1. الاثنين مع بعض بيعملوا فايرنج للليفل اوف الاس اف ال تي 1. يبقى يا فندم كل ما الاقي النسبه ده هي عاليه، الاس اف ال تي 1 ده هي، معنى كده ان انا هخش في اسوسيشن بريكلامسيا وسيستميك لوبس، والعكس بالعكس. كل ما الاقي النسبه دي بتقل، معنى كده ان البريكلامسيا هتقل. اتفهمت؟ حد عنده مشكله يا دكاتره؟ حد عنده مشكله؟ حد عايز نقولها تاني؟ حد عنده مشكله؟ حد عايز نقولها تاني؟ تمام. الجزء ده صعب جدا ومهم جدا. دكتوره رواق، دكتوره منى، دكتوره حنين، ايفون ايباد، دكتوره هلال، دكتوره هدى، دكتوره زجيل، دكتوره ضحى، دكتوره مش عارف اي ار اي اكس مش عارف، ومين نقطه مش عارف. حد عايز نقوله تاني يا جماعه؟ في حاجه مش مفهومه؟ في اي مشكله؟ كويس. طيب differentiating a flare of systemic lupus from preeclampsia. والله يا فندم خلاص سهله بقى. انا هلاقي الكومبلمنت والسي 3 والسي 4 والاي اس ار مع السيستميك لوبس بتقل يا فندم. ليه؟ حصل اكزوشن لجهاز المناعه، وهلاقي هيماتوري مش محتاجه، خلاص انتهت. طيب تعال نقارن البريكلامسيا باللوبس نفرايتس واللوبس فيلير. اوعى تتلخبط، ما تفتكرش الاثنين عكس بعض، الاثنين دول مع بعض. البريكلامسيا مبدئيا، وهنقول الكلام ده قدام في الماتيرنال ديس اوردر، بيحصل معاها هايبرتنشن. كذلك السيستميك لوبس واللوبس نفرايتس ده رينال هايبرتنشن. اوكي. سي 3 والسي 4 في البريكلامسيا ما بتتغيرش، انا ما بعرفش من المناعه، انما في السيستميك لوبس تقل. الاي اس ار كجزء من الانفلاميشن اللي حاصل اول اراوند ذا بادي بتزيد. الدي ان اي تتر بيزيد، انتي دي ان اي تتر، ده انتي بادي هوت، انما في البريكلامسيا ان تشينجد. البروتونوريا كده كده انت معاك لوبس نفرايتس معاك بروتونوريا، وفي بريكلامسيا معاك بروتونوريا، بس في حاجه، نسبه البروتونوريا في السيستميك لوبس هتبقى اعلى. ليه؟ لان انا هنا عندي اوتو انتي بودي دمرت الجسم، دمرت الكدني، فالكدني خلاص اتدمرت. اوكي. الكاست ده يعني يعتبروا هيماتوريا متحجره، بتبقى موجوده طبعا، انما ما فيش في البريكلامسي. اليوريت والليفر، لا هو السيستميك لوبس ما بيضربش ليفر. اذا يا فندم البريكلامسيا تعلى يا دكتور. طيب الاس اف ال تي 1 اذا ما قارن بالبلاسنتال جروس فاكتور، الاثنين بيعلى. وانا بس النهارده شرحت الاس اف ال تي 1، ما شرحتش البلاسنتال جروس فاكتور النهارده، مش عايزه هيلخبطني. دكتور، ما اجمل ان حضرتك تكون فاهم الماده، ما اجمل ان حضرتك تكون مستوعب الماده، ما اجمل ان حضرتك ما تحفظش ولكن تفهم. مش هتبذل مجهود، بالعكس انت هترهق ذهنك مره اتنين تلاته، بعد كده هتستمتع بكتاب دوهرتز. تمام، هو كتاب صعب، ولكن والله التلخيص بتاعنا يعني، حد يا دكاتره قرأ الكتاب قبل كده؟ يعني حد قرأ الكتاب ده، جرب يقرأ كده، يفتح شابتر فيه كده ويقرأ زي الشابتر ده مثلا؟ والله العظيم حاجه يعني هتتعقد.
ما انتش فاهم هو عايز ايه، وهو سبحان الله الفوتو ميموري بتاعته سيئه جدا. انا لخصته لك بصوره محترمه جدا وتكتبها في اي امتحان وتاخد درجه محترمه ومعتبره. طيب مانجنج افليت اوف اس ال اي ان بريجنانسي. طب انا يا دكتور شهاب اللي بمانج ده؟ لا مش بتاعتي انا يا فندم، ده انا كبير، ده يا فندم حاله السيستميك لوبس دكاتره الروماتولوجي نفسهم ما عرفوش يمنجوها. طيب ولكن الموضوع ديبند ديبند اون افكتد سيستم. طيب الفكره كلها ان المين دراج از ستيرويد قولا واحدا يعني. طيب كويس قوي. سؤال: ابت المصائب وان تجيء افراد. انت مشكلتك في السيستميك لوبس ايه يا دكتور شهاب؟ انا مشكلتي كدني، مشكلتي جلطات. انا كدكتور نسا كدني وجلطات، كدني وجلطات. طيب بالنسبه لي الجلطات دي مميته ليه؟ حد عارف ليه انا بخاف من الجلطات مع الحمل؟ حد عارف؟ لا بره السيستميك لوبس يا دكتوره منى. يلا دكتوره رواق، دكتوره رواق انت شاطره وممتازه. يلا يا دكتوره رواق. انا مش عايز الجماعه بتوع الفيرست اللي كانوا معايا هيردوا صواريخ يعني. طيب يلا يلا دكتوره حنين، ليه انا بخاف في البريجننس من الجلطات؟ او ليه البريجننس يعمل جلطات يا دكتوره حنين او دكتوره ضحى او دكتوره لان هدى؟ البريجنسي هايبر كواجيوليشن ستيتس. هايبر كواجولابل ستيت. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ما انا عايز، ما احنا كلنا عارفين هايبر كواجولابل ستيت. ليه بقى؟ ها ليه بقى يا دكتوره؟ ليه؟ عشان فاكتور واحد وفاكتور 8 وفاكتور 10 بيزيدوا جدا 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 مع الحمل. increase in pregnancy. ها بس لا طبعا لسه في حاجات تانية يا دكتوره. ها الكدني مع الحمل مضغوط عليها، الكدني مع الحمل تعبانه شويه. ليه يا دكتوره رواق؟ اصل خدي بالك من حاجه يا دكتوره رواق، مع الحمل كده كده نورمال فيسيولوجيكال ريسبونس انكريز ان بلاد فوليوم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب ما ده لود على الكلى. عايز تقول ايه يا شهاب؟ عايز اقول لك ان صحيح. في عندك نسبه بروتونوريا بسيطه جدا، نون سيجنيفيكانت بروتونوريا مع الحمل. مشكلتك في ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان مع الحمل الكلى مضغوط عليها شويه، سينتج عن ذلك ان بعض البروتينات تسقط في البول مع الحمل نورمالي. اخطر بروتين بخاف منه انه يسقط مع الحمل ايه؟ يلا شوف مين اللي هيغلط دلوقتي، في كذا واحد هيجاوب غلط دلوقتي. ها اخطر بروتين، يلا يا دكتوره رواق، ايه اكتر بروتين بتخاف انه ينزل مع الحمل؟ ها يلا يلا يا دكتوره يعني استني يا دكتوره حنين. ها يلا يا دكتوره بروتين اراكسي. اس. اه ما غلطتيش، الله ينور عليكي، الله ينور عليك. كنت مستنيك تغلطي، كنت مستني حد يقول لي البيومين. البيومين ماله؟ لا بروتين سي وبروتين اس، لان البروتين سي والبروتين اس از نيتشرال انتي كواجولانت. تمام، يبقى اذا مع الحمل اصلا انا في مرمى نيران الجلطه. يزيد بقى ويحصل جلطه اكيوريت لو عند حضرتك اصلا هايبر كواجولابل ستيت من غير حمل. يبقى تاني انا بقول المعلومات، انا بديك 10 معلومات في الاول، انا عارف ان انا بديك معلومات كتير شويه ولكن